بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة كده، وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. النهاردة عندنا روتين جامد 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 في المطبخ. امبارح طبعا احنا كنا الفيديو اللي فات أنا كنت عاملة فطير وبيتزا شرق، فطبعا المطبخ عايز يعني شوط جامد جدا، لان كل حاجه فيها سمنه والدنيا كانت مبهدله، فقلت لازم المطبخ النهارده اعمل له روتين جامد عشان اخلص من كل الدهون اللي كانت فيه. هو كان نضيف بس كان لازم برضو عشان كل المواعين عندي كانت فيها سمنه وكده، عشان الجو شتا كانت الدنيا مبهدله. فصلوا على النبي كده ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. ويلا كده النهارده نشاط وحيويه، نتنشط كده ونشوف هنعمل ايه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده المطبخ من قبل ما اعمله، جبته لكم كله. كان عندنا كرومبتين كده جايبينهم من البيت، فقلت البيت خدي عينيهم مش وقتهم خالص النهارده، فرحنا عيناهم في التلاجة. وابتديت اشيل فرش المطبخ الاول عشان اكنس وابتدي اشوف انا هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. شوفوا شلت المطبخ واديني بكنسه اهو. شلت الفرش الاول هنا كنت بكنسه، ايوه كده. الفطير طبعا كانت جو شتا، وكان يعني الحمد لله ان عدى على خير. كانت الدنيا عندي كلها دهون والمواعين كلها دهون، وكان عندي حبة مواعين نضيفة شلتهم ورصيتهم مكانهم، حطيت طبعا الصابون وكده. قلت يلا نبتدي. شغلت بقى المية السخنة عشان خاطر الدهون دي تنزل وتسهل عليا كل حاجة. هنا هبتدي بالمواعين الأول. ابتديت بالمواعين ما أنا بحب ابتدي بالكوبايات الأول عشان تبقى السلكة لسه نضيفة وابتدي بيها المواعين. الحمد لله كده وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. خلص المواعين وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. صلوا على النبي. الحمد لله لا اله الا الله. انا كنت مسكت المواعين كلها، الاطباق وكله بقى دعك ممكن بالميه السخنه الاول. اعمل بالميه السخنه وبعد كده احط الصابون، فبتبقى الدنيا سهله عليا. يعني الميه السخنه بتنزل كل حاجه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. امسك المواعين كلها واخليها كلها زي الفل، وبعد كده بقى ابتدي بقى في البوتاجاز والصواني. كان عندي يعني الحمد لله ان اليوم ده عدى على خير. على فكره الفيديو دوت انا كنت هنزله فيديو واحد، لكن لا حرام هنزله على جزئين لانه طويل، وفي نفس الوقت مينفعش اقص منه كتير عشان مجهودي كده. ده الجزء الاولاني، وبعد كده بعد ما اخلص يبقى في جزء تاني ان شاء الله هنزل لكم على طول بعد الفيديو ده على طول. كل حاجه الزباله وكل حاجه. ودي بقى الصواني اللي انا كنت مسويه فيها الفطير والبيتزا، لازم اول باول كده عشان تبقى نضيفه مفيش اي حاجه تلزق فيها. انزل ميه سخنه واعرف مصبنا على طول بالصابون والسلك زي ما انتم شايفين كده. الدنيا سهله والحمد لله. الميه السخنه وربنا يديم علينا نعمه الميه يا رب وما يحرمناش منها ابدا يا رب. ربنا بيعين. واول حاجه قلتها يا رب يا معين يا رب. امبارح ما قدرتش بصراحه، بعد ما خلصت الفطير كنت نازله المغرب وكده، ما قدرتش اعمل اي حاجه. قلت البنات خلوا كل حاجه بكره، وهعمل هقلب المطبخ ونشوف هنعمل ايه. انا هنا بقى البوتاجاز هو كان نضيف بس كان لازم اعمله يعني على طول. انا على طول بديله الدش ده المحترم ده على طول. يعني انا بعمل كل ما بعمل روتين الشقه بديله الدش ده. بس انا قلت بالمره بقى وانا في قلب المطبخ عشان نعرف نعرف نعمل اكل، يبقى نفسنا مفتوح. حتى الغساله كنت ملياها، كنت حاطه فيها دوره غسيل وكانت شغاله. اليوم ده كان جامد عليا والله، بس الحمد لله كل حاجه بتعدي لما الواحد بيقول يا معين يا رب. ربنا بيعيننا ويقوينا على كل حاجه. حتى كل ما بعمل بوتاجاز لازم اخد حواليه كده من السيراميك عشان الدهون ما تتجمعش وبعد كده تتقل عليا، وانا اللي هتعب بعد كده. طول ما انا ايدي في المطبخ الحمد لله يعني مفيش حاجه دهون مترقمه ولا في اي حاجه. والبوتاجاز على طول بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الازاز زي الفل وكل حاجه فيه زي الفل. اغسله واديله الدش ده. انا عارفه ان هو ممكن يبوظ بس ما اعرفش يعني. انا كده لازم اديله الدش المحترم ده. شوفوا الازاز حتى من جوه بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، ولا دهون ولا اي حاجه. طالما ايدك في حاجتك عمر الحاجه ما هتبوظ ولا هتتبهدل، ولا بحتاج بقى باور ولا بحتاج مزيل دهون ولا اي حاجه. انا بصراحه ما بجيبهاش الا في العيد، بقول عشان نبقى احنا عيدنا وكده، لكن هو مش محتاج اي حاجه.
انا ايدي في البوتاجاز على طول بسم الله ما شاء الله عليه يعني. لو احتجت حاجه زي كده ما بحتاجهاش على طول بصراحه، ولا بجيب اي منظفات ولا اي حاجه يعني، ولا حتى كلور يعني. حتى الكلور ما بدخلوش غير للهدوم البيضه وبس. هنا بقى الحمد لله بقينا ابتدينا نشوف هنعمل ايه، وربنا ايه يعيننا ويقوينا على حالنا. يلا انا خلصت خلاص البوتاجاز وعملت العيون ورصيت الحاجه عليها تاني. يلا الرخامه على طول نعمل الرخامه وننضفها ونلمعها. طول ما ايدينا في الحاجه حاجتنا بتفضل نظيفه وزي الفل. صلوا على النبي كده يا جماعه والحمد لله. مفيش طعمه مع معجنتي فيه، عملت الميه سخنه وعلى طول كده يبقى نضيف وزي الفل. اللي وصل معانا بقى لحد هنا يحط لنا اللايك، والنبي ما تنسوناش في اللايك يا رب يخليكم. واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل لنا زر الجرس. شوفوا الميه السخنه عامله ازاي. اليوم ده كان الجو برد، الميه السخنه هي اللي شجعتني بصراحه. انا بقى ابتديت في الصواني انزل كل حاجه بميه سخنه كل حاجتي كانت زي الفل الحمد لله. ما تنسوناش في اللايك يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا باجي بسجل الفيديو وبحس ان انا مش لاقيه كلام اقوله، وفجاه الاقي الفيديو خلص وما لحقتش اقول لكم حطوا اللايك ولا ايه ولا اي حاجه. ما تنسوناش في اللايك يا جماعه. اهو هنا بقى الصينيه التانية الكبيره الاخرى. اتكلم مع روضه تعبت معايا في اليوم ده قوي والله يعني، قعدت تصورني وقفت على رجليها كتير، بس معلش كل شيء ايه يهون. من بره ومن جوه كده دعك 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 كل حاجه تبقى زي الفل. سخنه ازاي انا بقول لها ربنا يستر الميه اللي نزلت ديت لا تزحلقني، عشان كان فيها ايه طبعا سمنه. حتى التربو مسكته قلت انضفه وايه وامسحه كده بحته ولا حاجه، لا قلت والله لازم اعمله طالما انا شلت الحاجه اللي فيه مع انه كان نضيف. بس قلت لا، قلت انقي الحاجه بقى. ولاعه مش والله الولاعه دي كلها كانت بايظه، انا مش عارفه انا سبتها ليه. ولاعه ما فيش ولا واحده فيهم ولاعه وبرضه سبتها. هنا لقيت معلقه، بقول لها المعلقه دي جايه منين؟ لقيت ده ابويا كان جايبها من الشغل. لميت بقى كل حاجه واي ورق انا بحط اي ورق علشان بينزل لو في بطاطس او بصل او اي حاجه محطوطه فيه بتنزل تراب على الارض. فانا بحط ورق وبرص الحاجه عليه. مسكته على طول بالسبونشه بالسفنجه على طول، مفيهوش اي حاجه زي الفل. بس انا قلت خلاص انا طالما انا نضفت فخلينا ايه نعمله على طول. ما بياخدش ثواني. واحد بيقول يا رب عيني وقويني. هنا كنت خلصت كل حاجه بقى، قلت اعمل بقى الرخامه. برضو البرواز بتاع الحنفيه ديت انا بحب كل ما اعمل اروح فاتحاها، عشان انا مش بستخدمها عشان الميه بتاعتها ايه ما تصديش وتركن كده. بفتحها تنزل شويه ميه بس. الرخام كله كل حاجه بالسلكه والصابون والحنفيه الحنفيه اول ما اعملها تلمع وتبقى زي الفل. ولا كرول ولا منظفات ولا اي حاجه. احنا ايدينا في حاجتنا على طول، حاجتنا تبقى نضيفه. حتى العلبه اللي انا بحط فيها السلك عشان ما تصديش على الحوض وكده بصبنها وبصبن الازازه وفوطه المطبخ كل حاجه. طول ما انا واقفه كده بعمل كل حاجه. هي ثواني كل حاجه كانت الحمد لله خلصت. وربنا بيقدرنا وبيعيننا، وربنا ان شاء الله ايه يقوينا على كل حاجه يا رب. بس كل حاجه والمطبخ كده بقى زي الفل. بس بقى هسيب الروضه هي اللي تمسحه، ماما سيبيه انا اللي همسحه علشان ايه انتوا تلاتة. قلت لها خلاص امسحوا. هما بصراحه ربنا ما بيرضوش يخلوني امسح، الله يبارك لهم بنات. احنا اللي هنمسح انتوا ما تمسحوش. فانا بقف اعمل كل حاجه وانا واقفه، بعد كده بسيبهم بقى يكملوا عليا. الله يبارك لهم بصراحه يعني. رجعت كل حاجه مكانها. بملى ميه بقى في الجرد علشان ادلق ميه بقى في الحوض في اي حاجه رواسب ولا اي حاجه الميه بتنزلها. ننزل كل حاجه ونمسحها. شديت المسحه قلت خلاص بقى ما تعمليش حاجه تاني، وقفي بقى كده وانا يلا بقى. بصوا المطبخ بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. صلوا على النبي كده يا حبايب، وايه ما تنسوناش في اللايك واشتراك
واشوف وشكم على غير.